السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شي اللي مع ابتسام. اليوم جيت البنات وبغيت نشارك معكم واحد الفطائر اللي كيجيو في وجبة عشاء او غوتي، كيجيو رائعين البنات. ان هاد الفطائر اللي هما مالحين انا غنوريكم كيفاش كيجيو. كيف ما كيجيو هكا البنات، راهم كيجيو قطنيين يعني خفافين البنات. شتي هانتوما يعني كيجيو رائعين. انا غنحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. شفتوا البنات؟ هانتوما البنات شفتوا كيفاش كيجيو رائعين، ومع الفخوماج اللي تندير فيهم من الداخل كتجي واحد الحشوه اللي كتجي بنينه البنات. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم لا فيديو تبعوا معايا المراحل الاخير. نبداو على بركه الله البنات. عندي هنا كاس ديال الحليب اللي هو دافي، عندي 4 كاس ديال الزيت، طبسه الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه اللي كاينه، مهم معلقه كبيره ديال السنيده، عندي هنايا بيضه، عندي الدقيق كيبقى حسب الخليط، وخماره البنات من فئه 8 غرام. اول حاجه غادي نبداو بها البنات، غندير واحد شويه هذا شويه الحليب هنا، وهاد النص اللي بقى غادي ندير هكا هاد الخميره هادي باش تفاعل لينا، وغنضيف عليها واحد شويه ديال السكر كيف ما شفتوا، وغنضيف الباقي هنايا يعني باش هاد الخميره هادي نحطها هنايا باش تفاعل. على ما نكمل جميع المكونات كيف ما شفتوا. غادي ندير هاد 4 كاس ديال الزيت، غندير هاد القبصه ديال الملحه، غادي ندير هنا البنات واحد بيض بيضه كيف ما شفتوا، والاصفر غادي نحتفظوا به للتزيين البنات. على هذا الشكل كيف ما قلت لكم، والاصفر غادي نحتفظوا به للتزيين. نغسل يديا من البيض ونجيب معايا واحد الفوي اللي غادي نطرب به على هذا الشكل. غادي نضيف هاد الخميره، هيا بدات كتفاعل، نضيفها هنايا. غادي ندمج العناصر جيدا على هذا الشكل، وغادي نبدا نضيف دابا في الدقيق البنات كيف ما شفتوا. الدقيق يعني كيبقى حسب الخليط، والخليط ديالنا خاصو يبقى كيتلصق. نحيد هاد الخماره هي الاولى، نكب الدقيق، وكتبقى ثاني الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما تيشربش. يعني غندير هاد الخماره هادي وغادي نبدا نخلط هكا بيديا. انا غادي نبدا نجمع البنات، ومني غنوصل القوام اللي بغيت انا غنوريكم الشكل. شوف البنات، ها هي دابا بعد ما انني جمعتها كيف ما شفتوا. شوف كيفاش كتبقى كتلصق في الايادي البنات. دابا غنحيد هذا الاناء، غنحطها في سطح العمل اللي غادي ندلكها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق كيف ما شفتوا. سطح العمل البنات راني مسحته، عندنا راه نقي. غندلكها واحد 5 دقائق ونرجع معكم ان شاء الله. شفتوا البنات، ها هي بعد ما دلكتها تقريبا واحد 5 دقائق، ها هي ما بقاش كتلصق لينا. شوف القوام ديالها كيفاش ولا.
دابا غنحطها في هذا الاناء كيف ما شفتوا، وغادي نخليها حتى يضاعف الحجم ديالها ونرجع معاكم. ودابا باش نبداو في الحشوه. نبداو البنات في الحشوه في العماره ديالتنا. عندي انا هنايا بصله كبيره اللي قطعتها رقيقه، عندي هنايا واحد جوج خيط زوات اللي هما كبارين شويه، عندي هنايا جوج قرعات يعني مايان، وعندي هنا البنات الصدر ديال الدجاج، وعندي هنا دايره انايا تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت. يعني يمكن لكم ديروا الزيت البلديه او الزيت الروميه، يعني اللي يعجبكم واللي يعني اللي متوفر عندكم. عفوا. دابا غادي نضيف، انا درت هنايا المقله كتسخن، غادي نضيف هاد البصيله هادي، غنخليها هكا تشحر واحد شويه، نزيد في العافيه باش تشحر لينا. شفتوا البنات، غنخلي البصيله على ما طيح ليا واحد شويه مع هاد شويه الزيت ونرجع معكم ان شاء الله. نتوما البنات بعد ما طاحت ليا شويه البصيله كيف ما شفتوا، انا ضفت على يعني تقطع ليا لا فيديو، انا ضفت على شويه الملحه وشويه هاد الدجاج اللي كنت انايا هنا مقطعاه كيف ما شفتوا. دابا غادي نخلي هاد الدجاج يطيب واحد شويه مع هاد البصيله هادي، وبعد ما غادي يطيب انا غادي نرجع معاكم باش نضيفوا هذا التوابل، ونضيف خيزو والقرعه كيف ما شفتوا على هذا الشكل هكايا. دابا غنخليها طيح واحد شويه ونرجع معاكم. هانتوما البنات، ها هي بعد ما طابت لينا الدجاج والبصيله حتى هي كيف ما شفتوا. دابا غادي نضيف الخيزو على هذا الشكل، وغادي نضيف هاد القريعه حتى هي. هاد الخضيره البنات كتجي زوينه بالنسبه للوليدات، يعني ملي كطيب ما كتبقاش عاطيه ديك البنه مديره، كتعطي غير واحد اللوغو اللي هو زوين. وبالاخص يعني في الاخير غنضيفوا عليه ديك الاضافه ديال الفرomاج المثلث، كيجي فيه بنينه البنات. يعني هاد الحشوه هذه انا كتعجبني، يعني تقريبا هي الحشوه المفضله عندي. غادي ندير واحد تقريبا هكا نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، وغادي نضيف هكا هاد المعلقه ديال الابزار، وشويه التحميره. هاد المعلقه صغيره ديال التحميره البنات، وغادي نخلط العناصر، يعني غير يندمجوا ليا العناصر مع بعضياتهم البنات. وغادي نضيف عليه بعد ما غادي الحشوه غادي تبرد ليا واحد شويه، عاد غادي نضيف عليها الفرماج كيف ما شفتوا. انا غنخلط العناصر البنات ونرجع معاكم ان شاء الله. نتوما البنات شي كيف ما العجينه ضاعف الحجم ديالها، دابا غادي نخرجوا منها الهواء كيف ما شفتوا على هذا الشكل هكايا. كيف ما شفتوا البنات، دابا غادي نشكلها هكا كويرات اللي هي صغيره، يعني الكويرات البنات كيبقى الحجم القياس اللي بغيتو نتومايا. انا غادي نشكلها
ونديرها ليبول ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات، هاي بعد ما الحشوه بردات درت عليها 3 الفرماجات. يمكن لكم تضيفوا حتى كثر البنات، يعني داكشي بالنسبه للفرماج كيبقى اختياري وكيعطي واحد لوغو اللي هو زوين. كيف ما شفتوا انا غادي نخلطو على هذا الشكل هكايا. كيف ما شفتوا دابا غادي نبدا في العماره. غنبدا نعمر العناصر ديالي. نبداو على بركه الله. عندي هنا البنات العجينه بعد ما ورقتها على هذا الشكل. غادي نجيب هنا القطعه ديال البيتزا او موس اللي عندكم. غادي نمشي على هذا الشكل هكا كيف ما شفتوا وغادي نحلها وغادي نهز شويه من الحشوه على هذا الشكل هكا. شفتوا البنات، نحاولوا نعمروها ما نخليوهاش هكا خاويه، ونهزوا طريفات ديال الدجاج نجمعوهم على هذا الشكل. هذا الشكل بحال هكايا، ونبقى غاده على هاد الشريطات. غنجي هنا حتى الاخر، عفوا حتى هنايا بحال هكايا، وغادي نشدها وغادي نبدا هكا كنلوي. شفتوا البنات، ونجيب هذه نلاصقها مع هذه هنايا على هذا الشكل هكايا. شفتوا البنات، وغنديرها انا غنديرها في هذا المول هادو البنات، هادو ديال الكب كيك. غنخشيها على هذا الشكل هكايا. شفتوا انا غنعاود معكم وحده اخرى. هانتوما البنات، يعني كنستعين بالدقيق على هذا الشكل. وسمحوا لينا البنات على هذا الازعاج، يعني حنا يعني في حي شعبي، يعني الوليدات كيكونوا هكا في الزنقه كتسمعي يعني فيها الصداع. كما قلت لكم البنات يعني كتستعينوا بالدقيق. بهذا الشكل هكا ونجيب هاد القطاعه اللي غندير لها هكا، ندير بها هكا شريطات. غادي نجيب الحشوه ديالي بهذا الشكل. باش تجي كلها عامره نوزعوا فيها كلها، وكنهز هكا هاد العجينه بهذا الشكل، وكنتم غاده كنرولي كيف ما شفتوا بهذا الشكل هكا. وكنبدا نهز هكا، كنبدا ندور بحال غندير المحينشه هكا بهذا الشكل هذا البنات، ونقص عليها هكا في الجنب. غادي نجيب المول ديالي اللي انا دهنته غير بالزيت البنات. هو من الافضل، انا ما بقاتش عندي الزبده، ولكن هو من الافضل يعني دهنوهم هكا بالزبيده. هاد ليمول هادو انا درت ليهم غير هكا شويه الزيت كيف ما شفتوا. وانتم دهنوهم من الافضل البنات بالزبده. انا غنمشي على هاد الطريقه لحتى غادي نعمر المول ونرجع معكم في الشكل النهائي. شفتوا البنات، ها هي بعد ما كملتها الاولينات تبارك الله بداو كيختمروا. دابا غادي ندهنهم هكا بهذا الشكل هكايا بالبيض. والبيضه البنات انا زدت فيه شويه الحليب، اللي بغى يزيد فيه يدير فيه الخل ديريه، يعني كل واحد يدير داكشي اللي موجود عنده في الدار. شفتوا البنات على هذا الشكل هكايا.
وغادي ندير ليهم هكايا زنجلان على هذا الشكل. انا غادي ندير لهم فوق منهم هكا الزنجلان كيف ما شفتوا البنات. وانا الفران البنات راني درتو يسخن على درجه الحراره يعني 180، يعني على حسب كل واحد يطيب على حسب الفران ديالو. انا غادي نطيبهم وبعد ما غادي يطيبوا انا غنشاركهم معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. هما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. شتي كيفاش كيجيو رائعين البنات، كيجيو قطنيين. شتي كيفاش كيجيو هشاش، كيجيو رائعين بزاف البنات. هكا الوجبه عشاء او الكوتي على حسب كل واحد كيفاش يعني كيفاش بغى يقدمهم. شتي كيفاش كيجيو البنات، كيجيو رائعين. وكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بواحد لايك 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 البنات، وديروا ابوني. ومرحبا بالبنات يعني مرحبا بالبنات القدام اللي عندي، والله يخليكم ليا ويعني متبعيني ومتبعين القناه ديالي. ومرحبا حتى بالناس الجداد يعني اللي غيدخلوا عندي جداد، مرحبا بكم. وقبل ما تفرجوا ديروا لايك وديروا ابوني باش يبدا يوصلكم كل من هو جديد، وفعلوا الجرس. وشكرا لكم، الى شهيوه قادمه ان شاء الله.